لعبه زي دي انا مش فاهم ازاي حكم الفار ما يجيبش الحكم يشوفها. طالما في ضرب وفي تعمد وضرب بدون كوره، حكم الفار ملوش ان هو يحكم على اللعبه، لازم يجيب الحكم يشوف والحكم يقدرها هل تستاهل انذار او تستاهل طرد، لان الضرب بدون كوره طرد على طول. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام مع لاعب فيوتشر، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح لاعب الاهلي، نشوف مع بعض هتلاقي لاعب فيوتشر بيستخدم اليد مع لاعب النادي الاهلي، طبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول لصالح لاعب الاهلي، لكن هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب فيوتشر ما بيلعبش على الكوره وبيلعب على قدم لاعب النادي الاهلي. لعبه زي دي الحكم شافها وحسب فاول، كان لازم يديله انذار لان هنا التعمد موجود. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي مهمه جدا. هنا بعد الهدف الثاني للنادي الاهلي لاعب فيوتشر سنتر وخد الكرة وراح جاب بيها هدف، وطبعا هنا الحكم ما كانش يصفر علشان يبدا المباراه. هنا كان الحكم واقف والفرقتين كمان بتوع النادي الاهلي وفرقه فيوتشر واقفه، ما عدا اللاعب اللي انا معلم عليه دوت، هو الوحيد اللي خد الكرة وجري سجل منها هدف. طب هنا الحكم واقف ليه؟ هنا كان الحكم بيراجع وبيشيك مع حكم الفار ان الهدف سليم وما فيهوش اي حاجه، وما صفرش عشان يبدا المباراه، فطبعا هنا ان هو ما يحسبش الهدف قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، هنا الحكم حسب لمسه يد على لعيب النادي الاهلي، نشوف مع بعض كده هتلاقي هنا الكره قبل ما توصل ليد لعيب النادي الاهلي اليد ورا الظهر، يعني في الوضع الطبيعي هنا اللاعب مش مكبر حجم الجسم. شوف مع بعض بقى هتلاقي الكره جايه في جنب لعيب النادي الاهلي، وبعد كده حتى لو راحت لليد فالقانون هنا بيقول لك ما بتتحسبش لمسه يد، لكن هنا الحكم حسب المخالفه على لعيب النادي الاهلي. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح الاهلي، نشوف مع بعض هتلاقي لاعب فيوتشر بيستخدم اليد والشد طبعا موجود زي ما احنا ما شايفين مع بعض، وهنا الحكم حسب الفاول وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا فاول لصالح لاعب الاهلي، نشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا برضو فاول لصالح لاعب الاهلي، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لاعب الاهلي، وطبعا هنا برضو الحكم حسب فاول وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي مهمه جدا. هنا لاعب فيوتشر ضرب لعيب النادي الاهلي في وشه وضرب بدون كوره. لعبه زي دي انا مش فاهم ازاي حكم الفار ما يجيبش الحكم يشوفها. طالما في ضرب وفي تعمد وضرب بدون كوره، حكم الفار ملوش ان هو يحكم على اللعبه، لازم يجيب الحكم يشوف والحكم يقدرها هل تستاهل انذار او تستاهل طرد، لان الضرب بدون كوره طرد على طول. هل تستاهل ولا لا؟ ده حكم الساحه هو اللي يقرر مش حكم الفار. طبعا هنا ان حكم الفار ما يجيبش الحكم يشوف اللقطه دي خطأ كبير جدا من حكم الفار. نروح للحاله اللي بعديها وهو الهدف الثالث لفريق النادي الاهلي، نشوف مع بعض لحظه لعب الكوره هل لعيب النادي الاهلي في وضع تسلل ولا لا. عملنا خط التسلل، طبعا هنا لاعب فيوتشر مغطي لعيب النادي الاهلي، وقرر ان الحكم يحسب الهدف قرار سليم 100%، والهدف ما فيهوش اي تسلل.